والصلاة والسلام على رسول المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوات الفضليات، الأخوة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الاجتماع الشعبي من تنظيم حركة النهضة مناسبة الانتخابات التشريعية. إن شاء الله رب يوفقنا ويوفق جميع أهل تونس في اختيار الأصلح في اختيار حركة النهضة. أولا باسمي وباسمكم وباسم أهل راس جبل نحب نرحبوا بقائمة حركة النهضة عن ولاية نزرت الأخوة الكرام. وكذلك نريد تحية كبرى وترحيب لضيف ولاية نزرت وضيف رأس جبل الوزير السابق وزير خارجية حكومة السيد حمادي الأخ عبد السلام رفيق عبد السلام. ذكروا أنه كان ضيف علينا في نهار من نهارات حكومة السيد حمادي جبال، فمرحبا بكم. سامحوني يا أخوة، أحب قبل ما نبدأ نحكي لكم قصة وهي تجربة شخصية عشتها باش نلاحظوا منا تربي علينا وكرموا هذه الثورة. كنت واحد من الشباب اللي من عليهم ربي أن يشط في الجامعة قبل الثورة منذ 2008. بعض الشباب كانوا يسمون بالطلبة المستقلون، وكنت ناشط في كلية العلوم بتونس، وكان عندنا نشاط نقابي ونشاط ثقافي أهلي، وكنا نشارك في انتخابات المجالس العلمية مجالس كليات. ومن بين اللي كانوا ينافسوا فينا طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي. وعلى طيلة 5 سنوات كان الطلبة المستقلون يفوزون بمقاعد المجالس العلمية رغم التضييق ورغم التنكيل ورغم القمع. ولكن في سنة 2010 قبل انطلاق الثورة تقريبا ب 14 يوما كانت تنظم انتخابات مجلسية في ديسمبر. فلوحظ وقت سرق الحاكم قام معناها جاء الكلية ودخل الكلية، وقمنا بالانسحاب من هذه الانتخابات. ولأول مرة في كلية العلوم بتونس عادتها يترفع علم بن علي ويعلن طلبة التجمع فوزهم بالانتخابات. فالزرق الأخوة لقاوا يبكي، ومنهم قال شو قال شمسات هذه كلية العلوم بتونس لأول مرة منذ تأسيس الجامعة يترفع بها علم بن علي. وقتها روحنا لديارنا وقت العطل. فبعد الثورة رجعنا أول اجتماع عام قمنا به، ما شاء الله تقريبا أكثر من 2000 طالب حاضر. فزار واحد من الأخوة زار لنا وقال لنا الآية الكريمة ستبقى في أذهاننا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالحمد لله على نعمة الحرية والحمد لله على نعمة الثورة. فتحية لشهداء الثورة وتحية للشباب.